لا لا لا، مو هي الغنية، أكيد مو هالغنية. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من دردشات كافيه. اليوم بدنا نحكي على موضوع أغاني كأس العالم. طبعا بما أنه هلأ العالم مترقب وعم يشوف المباريات وكذا، للأسف الرياضة مو ضمن اهتماماتي، بس أكيد أنا كل مونديال أنا بتابع الأغاني لأنه كتير هيك بتحمس. للأسف أنا انصدمت بموضوع غنية مريم فارس، كان فيها كتير مشاكل فيها. أول شيء ما في كلمات أغاني فعليا، إذا انتبهتوا على الكلمات هي توكو تاكا، ما في شيء تاني، وإنه حاطين كم سطر خفيفة على الماشي، واللحن ماله هيك شيق بما فيه الكفاية. هلا أنا تفاجأت إنه تصدر اللوائح تبع الأغاني أكثر انتشارا، بس للأسف ما حبيته. حتى أنا تفاجأت بيوتيوبر قال إنه لا بأس فيه كغنية عربية إنه عم تغني بموضوع المونديال. لا، اسمح لي هون، أنا اليوم هون بدي أعترض. لا، وأنا بدي أعترض عليك كمان إنه أنت عم تحط لي الغنية. ايه، فشو اعتراضاتي على الغنية؟ غير موضوع الموسيقى اللي ما لها حماسية وما لها معنى، وكلمات الأغاني اللي كمان ما لها معنى. مريم فارس عم تصدر الصورة النمطية للبنت الشرقية أو البنت الشرق الأوسط، اللي هي صورة البنات اللي بيلبسوا بدلات الرقص. طبعا هي ما بنختلف بهالموضوع، هي جزء من ثقافتنا، ما فينا ننكر هالشي. بس المشكلة إنه عند الغرب عندهم الصورة النمطية للبنت اللي بالشرق الأوسط، يا أما لابسة برقع من فوقها لتحتها، يا أما إنه لابسة هذا اللبس الرقاصات. نحن حكينا بحلقات مسبقة على موضوع الاستشراق، موضوع الصورة النمطية للعرب بالمسلسلات الأمريكية. طبعا بتشوفوا رابط الحلقة بالتوصيف مشان إذا حابين ترجعوا له. وحكينا على موضوع فيلم علاء الدين، إنه كيف طالع ياسمين لبس ماله بيمثل الشرق الأوسط، هو إذا طلعتوا عليها مثل لبس الرقاصات بصراحة. طبعا هذا الشيء ما كان شيء كتير منيح مريم فارس. هلأ مريم فارس كان القصد تبعها إنه شيء يسوق للغرب، بس هي إنه قاعدة عم تشتغل بموضوع إنه تمجيد النمطية. والشغلة الخطرة بالموضوع إنه هي من هالمنطقة. يعني هلا مثلا عم تحكوا لي شاكيرا، إيه لا ليك شاكيرا إنه تلبس لبس تبع الشرق الأوسط النمطي كذا. شاكيرا موضوع تاني، صحيح أصولها لبنانية بس هي كولومبية، فاللي ساوته مزجت النمط الكولومبي بالنمط الشرق الأوسطي وعملت مثل ستايل أو أسلوب خاص فيها. هذا الشيء مو غلط، بس بالنهاية هي كولومبية. يعني تضلوا تقولوا لي أصولها لبنانية، أقول لك وحياتكم لو قعدت بلبنان ما انشهرت نص هالشهرة اللي هي مشهورة فيها حاليا. فموضوع شاكيرا شيء تاني تماما. الشغلة الخطرة بالموضوع انه واحدة من بنت المنطقة عم تمشط هالصورة النمطية. هذا انا رفضي التام لهالموضوع. غير هيك يعني مرة تانية الغنية بايخة. اوكي، طبعا في مجموعة صبايا كمان عملوا غنية انا حسيتها انه هيك ماشي الحال. لايت ذا سكاي، رحمة، بلقيس، منال، نور، هدول الصبايا قاعدين عم يغنوا. كنت اتمنى لو حاطين شوي نمط شرقي بالغنية نفسها، انه نمط غربي 100%، بس طالعين بمنظر اكابر، ما له منظر كتير هيك نمطي للغرب، وانه غنية ماشي الحال حماسية ما كتير انشهرت. هلا ممكن انتم تسألوني شو هي افضل اغاني كأس العالم برأيك الشخصي؟ انا راح اقول لكم شغلة. اول غنية اللي تفتحت صبايا عليها واللي خلتني انه راقب الاغاني المونديال كل 4 سنين، غنية ريكي مارتن كاب اوف لايف لكوبا دي لا فيدا بالاسباني. هو ريكي مارتن هو اسباني، طبعا هلا كبران بالعمر، عمره 50 سنة، بس وقتها كنت لساتني بالمدرسة. بس بالفعل فيها العناصر الحلوة الحماسية الكتير حلوة، مثل هون. لا لا لا، مو هي يا جماعة. الغنية الأصلية اتركوا لي مريم فارس، الله يخليكم. تمام، هي شغله مثلا بنقول اولي اولي وهيك ننبسط وهيك حماسيه للفرق. كتير حلوه هالقصه، انه خلتني انه انا احب كره القدم بس مشان الاغاني. هي افضل اغنيه لهلا. طبعا في اغاني ثانيه من بعد ريكي مارتن، بس ضل ريكي مارتن هو الرقم 1. اجت انستازيا بسنه 2002. طبعا انستازيا هي كانت مشهوره لفتره كتير صغيره، من سنه 99 لحد 2004 2005 بتصور. اوكي، شهرتها كانت قصيره. قاعدة عم تقول
بوم 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 بوم، وكمان انه فيها هيك الحماس، انه كانت من الاغاني اللي كتير حلوه. هلا كمان في اغاني بدنا نحكي فيها، بس الله يخليكم ان شاء الله اداره اليوتيوب ما تحذف لي الاغاني او تحذف لي الفيديو، لانه مشان موضوع حقوق النشر. المهم انه 2006 ما كتير كانت شغله فظيعه. طبعا غنيه ريكي مارتن سنه 1998 طلعت، انستازيا سنه 2002. 2006 ما كان في غنيه هيك علقت بذهني. بعدين 2010 اجت الغنيه المشهوره اللي ضجت كل الدنيا، غنيه شاكيرا تبع واكا واكا This Time for Africa. تتذكروها؟ لك مو هي يحرق ديبكم، شو بكون علقتوا بهالقصه؟ هي الغنية تبع شاكيرا. شاكيرا عملت طابع لاتيني وحطت هيك نفحة من النفح الأفريقي لنقول. طبعا لأنه كأس العالم 2010 كان وقتها بجنوب أفريقيا، فاضطرت إنه تعمل هالمزيج وإنه تستضيف أفريقيات معها بالفيديو كليب وكذا، وهن كانوا عم يغنوا معها وظاهرين بشكل واضح. يعني هي شغلة كتير منيحة. الغنية الثانية اللي عملتها شاكيرا مشان كأس العالم بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي اللي هو تابع للUN، عملت هي الغنية تبع لا 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 هون إذا انتبهتوا بالفيديو كليب عم يحطوا ابتسامات على بطنهم، هي إشارة لحاجة العالم للغذاء. فأنا حسيتها هي حركة حلوة منها، بس ما كانت الغنية حلوة قد الغنية تبع 2010 تبع واكا واكا. بعدين اجت الغنية بسنة 2014، نفس السنة اللي أطلقت فيها شاكيرا الغنية تبع غنية جينيفر لوبيز، بيتبول، وكلوديا ليتي. كلوديا ليتي طبعا ما كتير معروفة لأنه هي مغنية برازيلية، طبعا بسبب انه 2014 كان بالبرازيل، فغنوا كلياتهم انه غنية We Are One، انه نحن شعب واحد، انه بإشارة انه كرة القدم هو تجمع جميع شعوب العالم. كانت هي اخر غنية حلوة، من بعدها ما عاد في اغاني حلوة. انا كنت اتمنى انه لو 2022 جابوا اغاني كتير حلوة. طبعا مشكورة الجهود اللي عملوها بلقيس ونورا ومنال والصبايا على الغنية هديك، بس كان بدنا شيء نفح شرقي، وكان بدنا شوية هيك حماس أكتر بالغنية أكتر من هيك، يعني مشان الناس تندمج. وللأسف الغنية اللي ما كان لها جنس الطعمة لا تحطوها، أوكي؟ فكنت أتمنى كشرق أوسطيين نحن مشاركين أكتر بأغاني كأس العالم. طبعا أغانينا يا أما للوطن يا أما للحب، ما عنا غير هدول الشغلتين. طبعا في حلقة رح أحكي عن الأغاني اللي أو المغنين اللي غنوا من أجل القضايا تبعون، إن شاء الله بالحلقات الجاية نحكي عنهم أكتر. بس ساقب اليوم إنه صار لي فترة ما عم بطلع، وبنفس الوقت الناس لسه متحمسين بكأس العالم مشان الفريق تبعون. ما حدا يسألني مين أنا بشجع، لأنه هو أساسا ما عم بشجع حدا، أساسا ما بتابع كرة قدم. بتمنى منكم إنه تحطوا لي لايك ومشاركة، وتخبروني بالتعليقات أي أغنية من الفيفا حبيتوها، حتى لو ما ذكرناهم اذكروا لي بالتعليقات، وبنشوفكم الحلقة الجاية. باي.